انت مستني حد؟ اكيد لا طبعا. طب قوم قوم افتح، مستني ايه؟ ما تقلقش. ثواني جاي. ايه في ايه؟ انت نبيل سالم مصطفى؟ ايوه. انت ساكن في الشقه دي؟ اه. فتش الشقه. لا لا استنى رايح فين؟ اقعد مكانك ما تتحركش. I am an American citizen. You have no right to treat me like this. اخلصي خالص ما تنطقيش. نبيل، ايه اللي بيحصل ده؟ كلير كروجر. الشنطه دي بتاعتك؟ رد عليا. الشنطه دي بتاعتك؟ فين؟ بتقول ايه؟ مش سامع. فيها ورق بتاع الشغل. طب افتحها لو سمحت. افتحها لو سمحت. ما تفتحها يا نبيل وتخلصنا. افتحها. اكسر القفل. ايه يا عبد الخالق في ايه؟ مشكلة كبيرة. مشكلة ايه؟ نبيل البوليس هاجم الشقة اللي هو فيها. بوليس؟ مخدرات؟ شايل في الشنطة مخدرات يا نبيل؟ دي مش شنطتي. الشنطة دي مش بتاعتي. غير نبيل، انا بقبض عليك بتهمة الاتجار في المخدرات. من حقك ما تتكلمش. اي كلام هتقوله هيتاخد ضدك في المحكمة. وانا بقول لحضرتك انها مش شنطتي، انا بشتغل في السياحة، يعني شنطتي فيها اوراق مش مخدرات. يبقى قولي الكلام ده في مركز البوليس. هتقوم. لا مس هيمن ملهاش علاقة بالموضوع. امال كان اللي بتعمل معاك ايه هنا في الشقة؟ كنا قاعدين أنا ومستر نبيل زملاء في شركة واحدة، وكنا هنا بنتناقش في شغل. بتتناقشوا في الشغل؟ يبقى قولوا الكلام ده في مركز البوليس. بس هو قال لحضرتك إن أنا ماليش دخل بالموضوع ده. بقول لك ايه، الكلام ده تقوليه هناك. يلا هتقوم. عايزين تقبضوا على حد اقبضوا عليا انا، انما هي ملهاش علاقة. انت تخلص من خالص. فضلك، أنا مواطنة أمريكية، ومن حقي إن أنا أطلب حد من السفارة أو من القنصلية يجي يتفاهم معاكم. بس انت موجودة هنا في مكان الجريمة، ودي مخدرات، يعني جناية، وجناية كبيرة من فضلك كمان. يا حضرة الضابط، أنا بطلب حد من السفارة أو من القنصلية. اوكي مس هيمن، ممكن تمشي، بس لو سمحتي سيبي تليفوناتك وعنوانك، وما تتحركيش من هامبورج قبل ما تبلغينا. ده الكارت بتاعي في كل تليفوناتي وعنواني. أقدر أمشي دلوقتي؟ اتفضلي. Sorry, I'm really sorry. ايه اللي حصل؟ هما وصلوا البيت حوالي الساعة 9 وطلعوا سوا. وبعدين؟ على الساعة 10 الا شوية كده نور الشقة ضلم وهي لسه مع فوق. وبعدين يا عبد الخالق؟ على الساعة 12 كده وصلت عربيتين بوليس ونزل منها 2 عساكر وظابط، وبعدها نور الشقة نور. أنا سبت هادي هناك يراقب الموقف وجي جري عليكم. زمان هادي نشف من البرد.
فتحتش الباب ليه يا بني ادم؟ Was ist das? يا ابو سليم، هير كروجر؟ هو نبيل ماله؟ انت تعرفه؟ طبعا اعرفه والا ما كنتش ابقى هنا. ايه يا نبيل، في ايه؟ هقول لك على كل حاجة، بس أنا ليا طلب واحد. عايز ايه؟ عايز أدخل الحمام أموت. ايه اللي حصل؟ لويز مشيت يا فندم، ولكن البوليس لسه فوق. ومن شويه كده العربيه المرسيدس اللي هناك دي جت وقفت ونزل منها 2 ودخلوا على العماره. شفت وشوشهم؟ للاسف يا فندم لا. ممكن ما يكونوش رايحين لشقه نبيل اصلا. جايز. هو ده كل اللي حصل يا أبو سليم. ساعة ما صحيت الصبح رحت الشركة لحد ما جيت هنا، إنما الشنطة دي جات لي إزاي وفيها إيه أنا معرفش. أكيد خدتها غلط بدل شنطتي وأنا في الأتوبيس. يعني انت مالكش علاقه بالشنطه دي لا من قريب ولا من بعيد؟ خالص خالص، وأنا قلت لحضرة الظابط الكلام ده. امال قابض ليه على الواد الغلبان ده يا هير كروجر؟ دي مخدرات يا ابو سليم، يعني جنايه، وجنايه كبيره، وانت عارف كده كويس. عندك دليل على اتهامه غير الشنطه اللي قدامنا دي؟ حاليا لا. وانا بقول لك الشنطه دي مش شنطه نبيل. بس دي عليها اللوجو بتاع الشركه اللي بيشتغل فيها. وكل موظفي الشركه معاهم شنط وعليها نفس اللوجو، والشركه اساسا بتوزع هدايا على كل عملائها وعليها نفس اللوجو، وجايز جدا الشنطه دي تكون مسروقه. طب ايه اللي جاب الشنطه دي هنا؟ غلط، خد شنطه حد تاني بدل ما ياخد شنطته. أيوة، وكان في أكتر من شنطة زي دي في الأتوبيس. شفت؟ انت بتصدق الكلام الفارغ اللي بيقوله ده؟ لو الكلام الفارغ اللي بيقوله ده طلع صح، يبقى المفروض انكم تحموا نبيل مش تقبضوا عليه. نحميه؟ طبعا. نحميه من ايه؟ من اصحاب الشنطه الاصليين. دول اكيد عصابه بتتعامل في المخدرات، ولما يكتشفوا العصابه بقى اختفاء الشنطه باللي فيها، اكيد مش هيقعدوا ساكتين، دول هيقلبوا الدنيا عليها، وطبعا ده هيعرض حياه نبيل للخطر. بقى المفروض كبوليس انكم تحموه مش ترموه في السجن. على كل حال انت ممكن حضرتك تقول الكلام ده قدام قاضي التحقيقات بكره، وهو اللي يقرر ان كان يفرج عنه ولا يحوله للمحكمه. ولزمه ايه قاضي التحقيقات؟ ما احنا ممكن نخلص الموضوع هنا يا هير كروجر. انت عايز توصل لايه بس يا ابو سليم؟ قول لي. انا مستعد انهي الموضوع ده دلوقتي حالا ومهما كلفني. هير نبيل صديق وامره يهمني. طيب والشنطه والمخدرات والبلاغ اللي جالنا متسجل في المركز؟ افتكر يا هير كروجر انت عندك نفوذك وسلطتك واتصالاتك. ايوه، بس انا ضميري ما يسمحليش ابدا ان انا اعمل حاجه زي دي. وضميرك مش هيسمح لك اكيد انك تدخل واحد بريء السجن، ولا انا غلطان؟ ايوه بس انا مش لوحدي، انا معايا ناس كتير قوي في الحكايه دي يا ابو سليم. كده مش هنختلف. واضح يا نبيل ان هير ابو سليم بيعزك قوي قوي قوي، بس لازم تتفضل معايا دلوقتي عشان نروح اسم البوليس نعمل محضر شكلي ونكمل الاجراءات، وبكره الصبح تقدر تمشي. أبو سليم، جرايه يا هير كروجر؟ ما احنا اتفقنا انه ما يتقدمش لقاضي التحقيقات، لكن لازم يجي معايا اسم البوليس عشان نكمل الاجراءات والورق، وبعد ما كل ده يتم اوعدك انه يمشي. 10,000 تانيين ونبيل يبات الليله هنا في بيته. ودي هضمنها ازاي؟ انا بنفسي هجيبه لك بكره الصبح، ولو مش مصدقني تقبض عليا انا كمان دلوقتي. ابو سليم، انت عارف ان القانون الالماني صارم وجامد جدا، وخصوصا في حكايه المخدرات دي. عارف يا هير كروجر. الولد ده لو ما جاش بكره الصبح اسم البوليس انا هضطر احمي نفسي، وهوجه لك انت شخصيا تهمه الاشتراك معاه في تهريب المخدرات والاتجار فيها، وانت عارف عقوبتها ايه. عارف ومقدر موقفك. انت ضامن الجدع ده؟ طبعا ضامنه. يبقى ميعادنا بكره الساعه 8 الصبح في مركز البوليس.
اوكي يا ابو سليم؟ اوكي. فريدريك هيروح معاكم لو احتجتوا اي بيانات هناك. اوكي. auf Wiedersehen. فريدريك، ابو سليم هما ايه ده؟ دول معاهم الشنطه. نبيل ده اللي معاهم؟ اكيد هو. انا عارف اني غلطت. لا لا، انت ما غلطتش. انت اجرمت في حق نفسك وفي حقي انا كمان. 3 دقايق تلبس وتجيب جواز السفر بتاعك. يلا يلا. ما تقفش، كمل كمل. مش يمين.